دايما بشوف ان المكسب بيديك اريحيه، بيخليك تشتغل وانت مرتاح، بيخليك تعمل كل اللي في نفسك من غير ما تكون مضغوط. علشان كده طول ما الزمالك بيكسب، طول ما فريرة هيفضل مرتاح، طول ما الفريق نفسه هيفضل مرتاح، وكده كده الجمهور هيطمن. مكسب مهم على الاسماعيلي يخليك دايما في الصداره، ويأكد ان فعلا الفريق بيتطور من ماتش للتاني. ماتش الجونه اللي جاي اهم بكتير من ماتش الاسماعيلي، لان الماتش اللي جاي هو اخر ماتش قبل القمه، مهم جدا فيه المكسب للحفاظ على الصداره، لدخول القمه بمعنويات عاليه، ولتصدير القلق والخوف للمنافسين. سريعا كده، ادم كايد مش شايف فيه اي امل بصراحه. عدي الدباغ اتمنى انك تاخد ثقه لانك عندك كتير. برافو محمد اسماعيل، دونجا، حسام عبد المجيد، بنتايك، عبد الله السعيد هو نجم الفريق الاول. بتزيرا لو ماتش الجونه الجاي خد انذار مش هيلعب القمه. في ناس بتقول ان الافضل انه يقعد على الدكه وينزل كبديل، وفي ناس بتقول بلاش يلعب اساسا، وفي راي ثالث اللي انا معاه بيقول طب ما ده ماتش ب3 نقط وماتش الاهلي ب3 نقط. قول لي انت مع انهي راي؟